ادي العيش لخبازه. اهلا، دي رحمه وده بارت 5 من رحله البحث عن الريل سيلف. مش لازم تكون بتعرف تعمل كل حاجه بنفسك، ادي العيش لخبازه وخليك انت في حتتك. في مرحله كده معينه من رحلتي كنت مقتنعه ان انا لازم اعمل كل حاجه بايدي ولوحدي، ولازم اثبت اني اعرف واقدر ومش عارف ايه والحاجات دي. بس الحقيقه مش لازم تبقى الشاطر اللي بيعرف يمنتج ويصور ويخطط ويفكر كل ده لوحده. ساعتها انا كنت شايفه ان المساعده معناها ضعف، واني لو طلبت من حد ان هو يساعدني في حته انا مش شاطره فيها يبقى معناه ان انا مش كفايه. وده للاسف خلاني اوقف الكونتنت كذا مره، مستنيه ابقى شاطره في المونتاج وانا مش بعرف اعمل مونتاج ومش بحبه ومش عايزه اتعلمه، اني لازم اطلع برضو بشكل مثالي. والحقيقه ان الفكره دي كانت اكتر حاجه بتعطلني. في فرق كبير قوي ما بين انك تبقى شاطر وانك تحرق نفسك عشان مش عايز تطلب مساعده، او عشان ما تقولش محتاج حد. مساعده مش ضعف، ده ذكاء. في ناس شاطره في حاجه انت مش بتحبها اصلا، والعكس. وانت لما تركز على اللي انت شاطر فيه هتبدا تشوف نفسك بوضوح اكتر. في رحله اكتشاف نفسك لازم تسال سؤال مهم قوي: انت عايز تكتشف نفسك بجد ولا عايز تثبت انك خارق؟ بس استنوني في بارت 6، وهنا جين الفازي، your guide and comfort space. باي.